إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. كما يعلم الجميع قليل أو كثير إني كنت مغني الراي فيما مضى، أما الآن وبعون الله والحمد لله الذي أنقذني وأنجاني قبل مماتي من عالم الغناء، أي أنجاني من علام الفساد والغرور والنفاق والكذب، ألا هو حزب الشيطان. إني أذنبت كثيرا وأعترف بأني تعديت وجرحت اسم هو من بين الأسماء الذي أحبهم الله ورسوله، ألا هو اسم بلال الحبشي أول مؤذن في الإسلام الصحابي رضي الله عنه. وأسعى وأطلب كثيرا المغفرة والرحمة من الله عز وجل، وأن يتوب عني وأن يتجاوز عن المعاصي والأخطاء والذنوب التي اقترفتها. لقد دخلت على الغناء وأنا جاهل مما ينتظرني من مصائب ومتاعب وعناء، ألا هو عدم الارتياح القلب. لقد تعلمت من الغناء شرب الخمر والتدخين والفساد والرياء والكذب والنفاق. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. صدق الله العظيم. الغناء والموسيقى حرام، حرام لا نقاش ولا تجادل في ذلك. مال الغناء حرام، أكله حرام، شربه حرام، التصدق به حرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قصة توبتي كالتالي: لقد مات أبي وتركني في الأحوال الغناء والمعاصي. حين مات أبي أحببته كثيرا وكنت أزوره في القبر عدة مرات. واحد اليوم من الأيام سمعت حديث أبكاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ابن صالح يدعو له. لقد تركني أبي وأنا لست ابن صالحا. كنت أتمنى يشوفني أبي وأنا تائب إلى الله. كنت أتمنى يشوفني أبي وأنا تائب إلى الله. لقد تركني وأنا غير متزوج وليس لي أحفاد وليس له أحفاد. كنت أتمنى يشوفني وأنا تائب وأنا متزوج ولدي طفل، لكن الغالب الله يرحمه ويوسع عليه. كان رجلا طيبا. أنا نقول خوتي في الله اللي بغى يغني أو مغني، أو أنا بغيت نقول خوتي في الله اللي بغى يغني أو مغني أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله. أما بالنسبة للرزق راه عند الله. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على الناس من، ومن اعتمد على الله فما قل ولا ذل ولا اختل ولا ضل ولا مل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صراحة أنا كنت أحمق، وكنت مغرور وأبحث عن الشهرة والرضاء الجمهور، ونسيت أنني أهدم خالقي رب العالمين. لقد شاركت في عدة مهرجانات وعدة سهرات داخل وخارج الوطن، وشاركت وأحييت عدة سهرات في جميع القنوات المغربية، وإني نادم على ذلك أشد الندم. والله أنا نادم على النهار اللي فكرت ندخل الغناء، وأقسم لكم بالله لم أجمع درهما واحدا من مال الغناء، لأني كنت أحس بشيء بداخلي يمنعني عن ذلك. والآن الحمد لله الذي أنقذني من علام الظلام والضلال المبين، وسوف أكسب مالا حلالا فيما يرضي الله، إما تجارة أو عملا أو شيء آخر. حلالا طيبا يرضي الله. وإنني انسحبت من جميع الحفلات والمهرجانات التي كانت عندي في رأس السنة وفي عدة سهرات 2015، فهي أولى للفقراء والمحتاجين أولا. كما أبعث رسالة لكل من يستمع الأغاني الذي قمت بها فيما مضى أن يكف عن الاستماع لها، وأن يكف عن الاستماع لجميع الأغاني بصفة عامة. والله لن تجد راحتك إلا بذكر الله. والله لن تجد راحتك إلا بذكر الله والقرآن الكريم. وراه تكذب عليك أو تكذب عليك نفسك إذا قال لك شي فنان في الغناء تيقول الصراحة راه تيغني لي باش يتاجر، يغني للتجارة والشهرة فقط. أما الصراحة والحق موجود في كتاب الله والحديث فقط لا غير. إنني بريء من جميع الأغاني، وأطلب من أصحاب المواقع والإنترنت أن يحذفوا الأغاني الذي قمت بها فيما مضى، وجزاهم الله خيرا. وجميع الفنانة إن شاء الله يحذفوا الأغاني ديالهم، وتنتمنى الرسالة ديالي توصل لجميع الجمهور المغربي داخل وخارج الوطن، أي الناس المغرب خارج وداخل الوطن. أعوذ بالله وأختم هذه الكلمة، وأختم هذه التوبة، وأختم هذه الجمل والعبارات، أختمها بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلال المغربي محمد بودقيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.